طب ايه هي مكونات القهوة؟ كل سنة وانت محققة اهدافك، كل سنة وانت سعيدة وبخير وجميلة، كل سنة وانت رشيقة وعندك ثقة في نفسك، كل سنة وكل رمضان وانتم طيبين. مساء الخير متابعيني واهلا بيكم فيديو جديد وحلقه جديده مع سما الشربيني. فيديو النهارده هتكلم عن القهوه الجباره وقد ايه هي مهمه جدا في التخسيس. بس نصيحه مني قبل ما ابدا الفيديو واقولك القهوه الجباره ازاي تشربيها او تتبعيها في شهر رمضان، وايه التكات البسيطه اللي هنضيفها على القهوه الجباره علشان تساعدنا ان احنا نخس اكتر واكتر ونكون مزز كده في شهر رمضان. احب اقولك لازم اي عاده تتبعيها ما تفضليش عليها على طول. انا واحده من عشاق القهوه الجباره، لكن لو انا شربتها على طول في حياتي اليوميه خلاص جسمي هيتعود عليها واوريدي مش هيعمل حاجه، ولو بيعمل مفعول في الاول قوي فبعد كده هيعمل مفعول الطبيعي. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نكسر الثبات ده، بمعنى ان احنا ناخد القهوه الجباره اسبوع او اسبوعين والاسبوعين التانيين ناخد مشروبات تانية. دي نصيحه مني ليكي، انا بعمل كده، باخد اول اسبوعين من كل شهر والاسبوعين التانيين باخد اي مشروبات بتساعد على الحرق. فيديو النهارده هقولك ايه المواعيد اللي هتشربي فيها القهوه الجباره وازاي نشربها في رمضان، وايه التكات البسيطه اللي نحطها على القهوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان حلقاتي توصل لكم بشكل مباشر. فعلوا الجرس علشان الحلقات بتاع رمضان توصل لكم على طول. طيب امتى هناخدها في رمضان؟ هناخدها اول اسبوع تاني اسبوع لا، تالت اسبوع رابع اسبوع لا، بمعنى ان انت هتاخديها اسبوعين بس في شهر رمضان، وانصحك تعمليهم بالترتيب زي ما قلت لك، اسبوع واسبوع لا. طيب هناخدها امتى واحنا هناكل بقى وندوس في الاكل؟ طيب انا كسامة هعمل ايه؟ اول حاجه هشرب لتر من الميه، وبعد ما اشرب لتر من الميه هروح اصلي المغرب، وبعد كده هحضر القهوه الجباره بتاعتي. احنا هنعملها مع بعض في المطبخ طبعا كالعاده مع بعض عشان اقول لكم التكات الجديده. وبعد كده هشرب القهوه الجباره بتاعتي وهنتظر لمده ساعتين على الوجبه الرئيسيه. الناس اللي بتحب تشرب اللبن مع التمر دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومهمة جدا انك تعمليها لو بتحبيها، لكن في ناس اللبن ما بيحبهاش زي حالاتي فانا ما بعرفش. فالاسبوع الاولاني هاخد القهوة الجبارة بالشكل اللي انتوا هتشوفوه في اخر الفيديو، والاسبوع الثاني هاخد حباية من التمر على كوباية من المية. وزي ما انتوا عارفين الدهون اللي بنضيفها للقهوة الجبارة دهون صحية زي الزبدة الغير مملحة او زيت جوز الهند. طب ايه هي مكونات القهوة الجبارة؟ هنعرفها مع بعض من خلال الطريقة. مبدئيا كده هنستخدم اي نوع انت بتحبيه، سواء قهوة خضراء او قهوة طبيعية، سواء نسكافيه او سريع الذوبان، طبعا نسكافيه اللي هو البلاك. هنستخدم معاه زبدة غير مملحة او زيت جوز الهند. مهم جدا جدا انك تدخلي الدهون تكون بطريقة صحية، بلاش بقى الزبدة اللي هي نباتية زي فيرن وزي كريستال والحاجات دي، ممنوعة منعا باتا، بل هتزودك في الوزن وهتخليكي تطرقعي من زياده في الوزن. تالت مكون معانا وهو نقط فيتامين سي. ازاي هنحط فيتامين سي على ميه سخنه؟ الفيتامين سي بتحط على اي حاجه، ولكن القهوه الجباره ما بتتشربش سخنه ومغليه قوي لان احنا بنحطها في الخلاط فبتكون فتره. الناس اللي مش عايزه تحط فيتامين سي فيك تحطي نص ليمونه، لكن انا ما بعرفش اشرب ليمون على قهوه وانا معدتي فاضيه، بتعمل لي قرحه وبتعمل لي وجع والم وبحس على طول بلهلبه على صدري. فبالتالي بعمل ايه؟ بحط نقط فيتامين سي، هيسرع عمليه الايض وهيسرع عمليه الحرق مع القهوه وهيكون ممتاز جدا جدا. وبس هي دي كانت الطريقه بتاعتنا النهارده، جميله جدا جدا. جربوها وقولوا لي تحت في التعليقات ايه احساسكم بعد ما بتشربوها، الجسم بيحصل له ايه، لان انا جسمي بحس ان هو بيفور كده وبيبقى عندي طاقه ونشاط. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها قدر الامكان. جربوا الوصفه دي وقولوا لي تحت في التعليقات قد ايه هيحصل لكم طاقه وباور رهيبه جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، ولا اله الا الله محمد رسول الله.
تمام. وكل مساء الخير متابعيني مساء الخير حبوباتي، واهلا بيكم فيديو جديد وحلقه جديده مع كابتن سما. كل سنه انا واحده من عشاق القهوه الجباره، لكن لما بشربها الناس اللي بتفطر على تمره وكوبايه لبن على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام، دي حاجه زي الزبده الغير مملحه او زيت جوز الهند. انا حطيت. طب ايه هي مكونات القهوه؟ جربوا الطريقه دي، ولو عجبتكم جربوا الطريقه. اتمنى الفيديو ده اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم، واتمنى ان تكونوا استفدتوا منها قدر الامكان. جربوا الوصفه دي وقولوا لي تحت في التعليقات قد ايه هيحصل لكم طاقه وباور رهيبه جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو اخر، ولا اله الا الله محمد رسول الله.